إلى المدينة المنورة وصل الطفيل بن عمرو مصطحبا أبا هريرة وكل من آمن من قبيلة دوس. كان ذلك في العام 7 من الهجرة أثناء غزوة خيبر التي انتصر فيها المسلمون على اليهود. ويقال إن أبا هريرة قد شهد هذه الغزوة وربما قاتل فيها. هنيئا لك يا رسول الله انتصار المسلمين في خيبر. أنا عبد شمس بن صخر، أول من أسلم من قبيلة دوس على يد الطفيل بن عمرو. قال صلى الله عليه وسلم: لست عبد شمس، بل أنت عبد الرحمن. الله أكبر، يا له من اسم جميل اختاره لي رسول الله بنفسه. سأله النبي: وما هذه الهرة الصغيرة التي تحملها؟ منذ طفولتي وأنا أحب الهرات. قال صلى الله عليه وسلم: من الآن أنت أبو هريرة. حسن، فهل لأبي هريرة أن يطلب منك شيئا بسيطا؟ أريد أن أبقى بجوارك يا رسول الله، لا أفارقك أبدا، أسمع منك وأنقل عنك. تعلم أن الأنصار مشغولون في زراعة أراضيهم، والمهاجرون مشغولون بالتجارة في الأسواق. أما أنا فلا أرض لي ولا تجارة، كل ما أريده ألا أفارق نور وجهك الكريم، وأن أتعلم منك كل ما يقربني منك ومن الله، ويزيدني حبا فيه وفيك. وسأبقى بجوارك على شبع بطني، لا أريد أجرا إلا رضا الله ورضاك. قال صلى الله عليه وسلم: لك ما شئت يا أبا هريرة، وأنت رفيقي من الآن. الحمد لله رب العالمين، ما أطيبها من رفقة وما أعظمها من صحبة. اللهم لا تفرق بيني وبين رسولك في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. ظل أبو هريرة رضي الله عنه مرافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في معظم الأوقات والأماكن، يسمع له ويتعلم منه، ثم يروي عنه ما سمعه منه صلى الله عليه وسلم. ويتجمع المسلمون حوله ليعرفوا آخر ما قاله رسول الله لأبي هريرة وأصحابه الكرام. كان أبو هريرة يرافق الرسول على شبع بطنه كما تعهد له، ولكنه في أحيان كثيرة كان يبيت جوعانا ويشد حزاما على بطنه من شدة الجوع. ثم مر به رسول الله وناداه: يا أبا هريرة، إن معي قدحا به لبن. الحمد لله رب العالمين. فهم أبو هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي شعر به، وفهم أنه جوعان، فانتظر من الرسول أن يدعوه إلى الطعام. هل أذهب معك إلى البيت يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل نادي أهل الصفة وأتوني جميعا في البيت بإذن الله. أنادي أهل الصفة؟ وهل سيشرب أهل الصفة جميعا من هذا اللبن؟ كتب عليك أن تبيت الليلة جوعان يا أبا هريرة. أطاع أبو هريرة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورغم جوعه الشديد فقد ذهب إلى المسجد ودعا أهل الصفة وهم فقراء المدينة لتناول العشاء عند رسول الله. وبأمر من النبي أخذ يصب لهم اللبن ليشربوا منه، وهو خائف بشدة من أن ينفد اللبن قبل أن يشرب هو منه. شرب أهل الصفة من اللبن وشبعوا وانصرفوا، ولم يبق إلا أبو هريرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم.
هل تأمرني بشيء آخر يا نبي الله؟ قال صلى الله عليه وسلم وقد علم مسبقا بجوع أبي هريرة: اشرب يا أبا هريرة حتى تشبع. جزاك الله خيرا يا رسول الله، ولكن اشرب أنت أولا، فأخشى أن ينفد اللبن قبل أن تتذوقه، هذا إن لم يكن قد نفد أصلا. قال صلى الله عليه وسلم: لن ينفد اللبن بفضل الله. أخذ أبو هريرة يشرب من اللبن مرة بعد مرة حتى شبع وارتوى تماما. الحمد لله رب العالمين. سأله صلى الله عليه وسلم: لماذا توقفت؟ ملأت بطني ولم يعد هناك فيه مكان. ثم شرب رسول الله من اللبن، فكان آخر من شرب كعادته كل مرة في حضور ضيوفه. سبحان الله. ذهبت لأبي بكر وعمر فلم يفهما أنني جائع، وانصرفا دون أن يطعماني، وقد شعرت أنت بي يا رسول الله بمجرد أن رأيتني عن بعد. ولكن كيف لهذه الكمية الضئيلة من اللبن أن تكفي أهل الصفة، ثم يشرب منها كلانا، ثم يتبقى منها المزيد أيضا؟ فرد النبي: إنها بركة الله يا أبا هريرة، وما نقص مال من صدقة. سلمك الله يا أمي، سأطلب من رسول الله أن يدعو لك بالشفاء. كيف يدعو لي بالشفاء وهو الذي أمرضني؟ رسول الله هو الذي أمرضك؟ كيف يكون ذلك؟ أخذك مني، أمرك أن تبقى طيلة اليوم معه ولا تعود إلي إلا في آخر الليل. هذا لو عدت أصلا يا عبد شمس. لم أعد عبد شمس، سماني رسول الله عبد الرحمن. وسميتك أنا من قبله عبد شمس. على أي حال لم يأمرني الرسول أن أبقى معه، بل أنا الذي رجوته أن يقبل رفقتي له حتى أسمع منه كل خير. تسمع منه كل افتراء وتتعلم منه كل سوء. لا يا أمي، حذاري أن تسبي رسول الله. أرأيت؟ ها أنت تعقني بسببه. محمد هو الذي فرق بين المرء وزوجه، وفرق بين الابن وأمه، يريدكم جميعا عبيدا له. بل يعلمنا كيف نكون عبادا لله. أيرضى إلهكم أن تغضب أمك وتهملها فتمرض، ثم تعقها فتموت؟ والله ما أريد لك مرضا أو موتا، بل أرجو الله أن تسلمي فيحيا قلبك بنور الإيمان. بقي أبو هريرة حزينا لعدم إسلام أمه حتى الآن، وغاضبا لكراهيتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اقترب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن سبب همه وغمه. سيدي رسول الله، والله ما أغمني وأهمني إلا أمي، تأبى أن تسلم، بل وتسبك وترى أنك فرقت بيني وبينها، رغم أنها تعلم كم أحبك وأغار عليك. ادع لأمي يا رسول الله أن يهديها الله وتدخل في الإسلام. رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه بالدعاء وقال: اللهم اهد أم أبي هريرة، اللهم اهد أم أبي هريرة. ما هذا الباب لا ينفتح؟ انتظري يا هرتي حتى نعرف ما السبب. من بالباب؟ أنا يا أمي. انتظر يا عبد الرحمن، لا تدخل الآن حتى أكمل ارتداء ملابسي. ارتداء ملابسها؟
ما الذي أتى بك الآن يا عبد الرحمن؟ ها؟ تقولين عبد الرحمن؟ نعم، أليس هذا هو الاسم الذي اختاره لك رسول الله؟ ها؟ أتقولين رسول الله؟ نعم، رسول الله. وما هذا الذي ترتدينه يا أمي؟ إنها ملابس الصلاة. أية صلاة؟ صلاة المسلمين يا عبد الرحمن. صلاة المسلمين؟ وهل تنوين أن تصلي صلاة المسلمين؟ لقد صليتها بالفعل، وشهدت فيها أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. الله أكبر، الله أكبر. أسلمت أمي يا رسول الله، أسلمت بفضل الله وبفضل دعائك لها يا حبيب الله. فرح أبو هريرة بإسلام أمه أميمة، واستمر بعدها في ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمع له وينقل عنه كل ما يفعله ويقوله، حتى يهتدي به الناس جميعا في كل زمان ومكان. روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 5000 حديث نبوي، ما زالت بين أيدينا حتى الآن. لهذا يسميه العلماء راوي السنة ومحدث الصحابة. وقد كان أكثر من روى الأحاديث عن رسول الله مع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. أنا وعبد الله بن عمر أكثر من روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يكتب وأنا لا أكتب. ولماذا اهتممت برواية الأحاديث النبوية يا شيخنا؟ حتى أساهم في نقل الهدي النبوي لكل الأجيال من بعدنا، وحتى يتعلم الناس من أخلاق الرسول وفضائله وأدبه ومعاملاته. فالدعوة إلى الله يا أبنائي فرض عين على كل مسلم، حتى لو لم يكن عالما؟ نعم، حتى لو لم يكن عالما، فيكفيه أن يدعو من يعلم بما يعلم.